يبدأ اليوم سريان قرار تحصيل الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة القادمة من خارج مصر. وحددت مصلحة الجمارك المصرية الرسوم المفروضة على الهواتف القادمة من الخارج بقيمة تمثل 38.8 من سعر الهاتف المحمول، على أن يتم تطبيق على الهاتف الثاني للمالك. وفي حال لم يتم سداد الرسوم الجمركية المفروضة على الهاتف المحمول يتم إيقافه بعد 90 يوم من تشغيله داخل مصر. عايز تعرف الحكاية؟ اسمع الحكاية بعد الفاصل. حكايه وهنبدا من بكره ولا لا؟ والموضوع باثر رجعي ولا اعتباره من الغد؟ ايه الحكايه؟ ممكن تشرح لنا ببساطه لو سمحت، لانه عامل فعلا ردود فعل سلبيه. اولا يا فندم، كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب يا فندم. ربنا يسلمك. هو حضرتك لسه لغايه دلوقتي ما اتقالش القرار هيتنفذ امتى. يعني ما وصلناش القرار هيتنفذ ازاي. انا بسمع ان بكره هيتنفذ القرار، بس طبعا ما وصلنيش حاجه زي كده. نعم. هو حضرتك اللي هيحصل في القصه دي، حضرتك اي حد جاي من بره معاه تليفون من بره هيجي هيشوف لو هو استعمال شخصي حضرتك مش هيدفع عليه جمارك. لو جايب بقى هو تليفونين، واحد هيبقى مش مدفوع عليه حاجه، والتاني هيدفع عليه جمارك. طيب النقطة دي مهمة أيضا، لأنه حصل كلام إنه تليفون الشخص هيدفع عليه. حضرتك بتقول التليفون الشخصي مش هيدفع عليه حاجة. لا طبعا التليفون الشخصي مش هيدفع عليه حاجة. كويس. اللي قايل الكلام دوت معالي النائب وزير المالية قالوا معانا بالفعل، لكن أنا لقيت تاني يوم تصريحات معاكسة. حضرتك بتأكد كلام اللي قاله نائب وزير المالية؟ طبعا. كويس. ايوه. حضرتك في ناس دلوقتي بتشتكي من حاجة، بتقول إن التليفون بتاعها هم بعتوا على الابلكيشن قال انتوا عليكم فلوس. الحته دي بس انا عشان عايز انبه الناس على الموضوع ده. اي تليفون حضرتك بيبقى جاي بخطين، 2 خط. ايوه. بيبقى انت عارف حضرتك ساعات بتشغل الخط بتاعك. نعم. وبتسيب الخط الثاني ده ما بتفتكروش. نعم. وممكن يبعت فيقول له والله انت عليك كذا. فانا بس بقول للناس اللي هي عندها تليفون 2 خط، يا ريت يكتف الخط الثاني عشان ما يخشش في قصه اللي حد يقول له. طيب محمد بيه، معلش النقطه دي عشان تشرحها للناس، ان انا لقيت ناس فعلا النهارده انه دخلوا على التطبيق الابلكيشن تليفوني، ويعني اتقال عليكم مبالغ كام الف جنيه، 7000 و11000 و15 ارقام كبيره. فحضرتك بتقول لهم الخطين يعمل ايه؟ يأكتف التليفون، يعني معناه يشغل الخط الثاني. يشغله، يعني يعمل عليه مكالمه 2 كده وكده خلاص. أطلقت مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق تليفوني لأجهزة آيفون وأندرويد لتسجيل الهواتف المحمولة القادمة من الخارج. ويستهدف تطبيق تليفوني تسجيل بيانات الأجهزة المحمولة المستوردة للاستعمال الشخصي للحصول على الإعفاء من الرسوم فور تسجيلها على التطبيق. وفي حال تسجيل أكثر من هاتف يتم فرض الرسوم الجمركية عليها. وفي حال عدم تسجيل تلك الهواتف يتم إيقافها بعد 90 يوم من تشغيلها داخل مصر أو سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها. ويحق للمستخدم هاتف واحد للاستخدام الشخصي، فيما يتم فرض الرسوم الجمركية على أي هاتف آخر. ويرتبط التطبيق بقاعدة بيانات منصة بوابة مصر الرقمية، بحيث بمجرد التسجيل على تطبيق تليفوني يتم التعرف على صاحب الهاتف من خلال الخط المحمول المستخدم بالهاتف. وسيتم إرسال رسالة نصية للهواتف غير المسجلة على التطبيق تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يوم. وحال عدم الدفع يتم وقف تشغيل الهواتف الغير المستخدمة للرسوم. ويمكن معرفة قيمة الرسوم الجمركية من خلال الخطوات الآتية: 1. قم بتحميل تطبيق تليفوني عبر متجر جوجل بلاي أو آبل ستوري. 2. تظهر لك خانة تسجيل
الرقم التسلسلي للهاتف. قم بإدخال الرقم التسلسلي للهواتف الخاصة بك. بعد ذلك تظهر لك قيمة الرسوم الجمركية المفروضة على الهاتف في حال استحقاقها، أو تظهر لك بجانب الرسوم الجمركية رقم 0، أي أن الهاتف مسجل. وتأتي هذه الإجراءات التنظيمية في ظل انتشار عمليات تهريب الهواتف خلال العامين الماضيين وبيعها في الأسواق تحت مسمى الهواتف الدولية، والتي لا تحمل ضمان محلي، مما أضر بالمنافسة العادلة وحقوق المستخدمين، خاصة مع بدء تصنيع العديد من العلامات التجارية لهواتفها داخل السوق المحلي. إلى جانب شكاوى الوكلاء من هذه الظاهرة، يهدف هذا القرار إلى تنظيم السوق المحلي وحماية المستهلكين من الأجهزة الغير موثوقة، مع تعزيز دعم الصناعة المحلية وضمان المنافسة العادلة بين الشركات. وأخيرا وليس أخيرا، إذا عجبك الفيديو اضغط اشتراك للقناة واعمل مشاركة للفيديو.